تعالوا بقى نعمل أطعم وأخطر وألذ حواوشي بالجبن ممكن ناكله في حياتنا بجد تحفة تحفة تحفة، بكيلو وربع لحمة أنا استخدمت هنا كيلو وربع لحمة، بصلتين متخرطين كده وأحطهم في الكبة وأفرمهم جامد اوي أهم حاجة يبقوا مفرومين جامد لازم أنعمهم خالص، وبحب اوي استخدم الخلطات استخدمت هنا خلطة الحواوشي بنضيفها على نص كوباية مية بالشكل ده، أي خلطة فيها أي حاجة هنعملها فيها الخلطات دي بجد لازم نستخدمها بتودي الطعم في حتة تانية خالص بجد. ونبتدي بقى ان احنا نقلب كده المكون بتاعنا لغاية ما يدوب خالص لازم ندوبه على الاخر منسيبش كده اي كلاكيع فيه بالشكل ده، هنضيف بقى البصل بتاعنا على اللحمة المفرومة بتاعتنا كده ونبتدي ان احنا نعجنهم مع بعض جامد عشان نوزع البصل على اللحمة كلها. بعد ما عجناها كده هنبتدي بقى ان احنا نجيب خلطة الحواوشي بتاعنا ونضيفها كده على الخليط بتاعنا بالشكل ده ونبتدي برضو ان احنا بعد ما نضيفها نعجن برضو ونوزع بقى الخلطة دي على كل حتة لحمة موجودة معانا، نوزعها جامد كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اهم حاجة نعجن كويس اوي. ده شكلها بعد ما عجناها انا بقى بحب استخدم العيش ده في الحواوشي بيبقى تحفة كده وجميل، وجبت بقى جبن الحمد كده بستخدمها على طول وابتدي بقى ان انا افتح العيش بتاعي كده بالمقص افتحه بالشكل ده، يبقى مش مفتوح على الآخر لازم يبقى مفتوح كده يعني نصه، وابتدي بقى ان انا بعد ما فتحته بالمقص ابتدي بقى ان انا احشي الحواوشي بتاعي العيش بتاعي كده باللحمة وابتدي ان انا ابططها واوزعها في كل مكان عشان واحنا بناكل كده يبقى مليان وجميل، شايفين ابتدي كده اوزع اللحمة والخليط بتاعنا على الحواوشي كله وبعد ما اوزعه انزل بقى بشوية جبن كده حلوين، يا جماعة اهم حاجة ناكل كده بنفس مفتوحة بيبقى تحفة تحفة الجبن بجد بتخلي كل حاجة كده جميلة. أنا باموت في الجبن، هنحط بقى الجبن بالشكل ده وبعد ما نحط نعمل الرغيف بتاعنا كده هنبتدي ان احنا بقى ايه نقفله، شايفين شكله قبل ما احطه على النار تحفة تحفة لما يتحط بقى يبقى حاجة تانية، هنسيح بقى سمنة كده في الطاسة بتاعتنا وهننزل عليها برضو بشوية زيت ونبتدي بقى ان احنا نحمر الحواوشي بتاعنا، وأول ما بياخد اللون الدهبي بنقلبه على وشه التاني، نستنى شوية كده ونشوف أول ما خد اللون الدهبي شايفين لونه تحفة جميل لونه دهبي كده وحلو اوي، منسيبوش يتحرق ومنسيبوش يبقى طري يبقى مقرمش كده ودهبي وجميل، هنقلبه بقى على الوش التاني زي ما احنا شايفين كده عشان هو كمان ياخد اللون الدهبي والقرمشة، وبعدين هنطلع الحواوشي بتاعنا ونحطه في طبق بالشكل ده، شايفين الجمال تحفة 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 والله طعمه حكاية، وكده خلصنا الحواوشي بتاعنا يا جماعة، طلع كمية كبيرة جدا 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 بجد وتحفة تحفة تحفة مش هتاكلوا في طعامة ولذاذة الحواوشي ده في حياتكوا كلها. الرغيف ده احنا بندفع فيه كتير برا بس احنا هنعمل كمية كبيرة وبشوية كده مصاريف حلوة قليلة غير اللي احنا هنروح نجيبه من برا، اعملوا كل حاجة في البيت بتبقى احلى واطعم ونضيفة وضامنينها بجد يا جماعة هتاكلوا احلى حواوشي احسن كمان من بتاع برا، احنا دُبنا فيه، يعني كنا بناكل كده وتفاصيل أكتر يعني كنا شبعنا وبناكل من حلاوته، بجد لازم تجربوه ولو عجبكوا لازم تكتبولي التعليق بتاعكوا، هستناكوا تكتبولي التعليق لو جربتوه، باحبكوا اوي اوي ومتنسوش اللايك والسبسكرايب واستنوني في كل جديد، باي باي.